تعال اقول لك، لو عندك لابتوب او كمبيوتر وبطيء زي السلحفه ففي 3 اسباب لكده. اول حاجه بروسيسور، تاني حاجه الرام، تالت حاجه الهارد ديسك. وعشان نحدد المشكله محتاجين نضغط الت وكنترول وديليت مع بعض. هيفتح معايا التاسك مانجر. اول حاجه عندي البروسيسور، لو لقيته واصل في ادائه ل 100% هروح اضغط على زرار ويندوز ار مع بعض، ومنها هكتب الامر ده ms config واضغط اوكي. هختار بوت، ومن بوت هروح اختار ادفانسد اوبشن، اللي منها هروح اعلم صح على نمبر اوف بروسيسور واختار 8 واضغط اوكي واعمل ريستارت. اول ما يشتغل الجهاز هضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر او زيس بي سي، اللي منها هختار مانج، واللي من جواها هختار ديفايس مانجر من على الشمال، وجواها هختار سيستم ديفايسز، اللي هروح على هاي بريسيشن ايفنت تايمر واضغط عليه كليك يمين واختار ديسيبل للديفايس. تاني حاجه، لو لقيت الرام هي اللي شغاله باقصى طاقتها اطلع فوق على ستارت اب واختار كل البرامج اللي انت مش محتاجها واضغط عليها كليك يمين واعمل ديسيبل لكل البرامج دي واعمل ريستارت بعدها. تالت حاجة، لو لقيت الهارد هو اللي شغال بأقصى طاقته روح اعمل داونلود لبرنامج فحص الحالة الصحية للهارد اللي سايب لك اللينك بتاعه في الكومنت، ولو ما ظهرش قدامك اللينك ابعت لي ميل على الميل اللي قدامك ده وانا هبعت لك لينك البرنامج. استأذنك بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدي، واعمل لايك وفولو للصدى تك وتابع كل فيديوهاتنا التعليمية.